مهمتين بالليل حق دحل الشبك العالي، واذا عندك اغراض مرتفعه اكثر من مستوى الشباك الخلفي. تكلمنا عن الدفع الرباعي. طبعا هذا الجيب الاكستيرا جاي دفع رباعي اللي هو 2 ويل، الفور ويل، الهاي واللو. طبعا استخدامه راح يكون في البر. فوق هذا اضافه له عندنا الديفلوك. انا كنت اتمناها في جيب القديم، ولكن الحمد لله حصلنا عليها في هذا الجيب. الديفلوك يختلف عن الفوركس 4 اللي هو قفل التواير الخلفيه في حاله نقول احنا دنقر او علق، راح ان شاء الله نستخدمها باذن الله. خلينا نتكلم عن الجير مال الماكينه. جير الماكينه 7 غيار، يختلف عن التصنيع القديم اللي هو 2015 14 13 و2009 اللي انا عندي. 7 غيار اريح للماكينه واوفر للبنزين، فهو الحين هذا يعتبر جيب اقتصادي فوق انه فوركس 4 وجيب عائلي ايضا اقتصادي بالنسبه للبنزين. قبل لا امشي 8 سماعات موزعه على الجيب ماركة بوس، يعني لو اشغل لكم تسمعون الصوت كأنك قاعد بالاستديو. بالنسبه لاضاءه السقف، بالسابق كان ليت واحد بالنص ويشب اصفر، مره يشب مره. الحين 5 لمبات LED موزعه على كل السياره، مجرد كبسه واحده نور لك السياره كلها باضاءه جميله خافته موزعه على كل ارجاء السياره. استعرضت لكم جزء بسيط من مواصفات نيسان اكستيرا بلاتينيوم 2021. راح نتكلم عنه لانه راح بيظل عندي، بنجربه بالقياده، بنجربه في البر، نجربه مع الاولاد، نطلع وياهم نروح المباركيه، نروح مكان، لانه عائلي، فانا يعني ابي استمتع فيه، مو ماخذه بس عشان فوركس 4 انه جيب، لا لا، ابي استمتع فيه، بشوف القياده فيه شلونها. كانتم شايفين يعني وزني اوفر ويت، هل يصلح ولا ما يصلح؟ انا بقول الصدق يعني. بنشوف بريكاته، طبعا نظام السيفتي فيه يخرع، كشنات الخلفيه كلها SRS، كلها ايرباجات. نظام التكييف فيه 10 فتحات تكييف، في فتحات تكييف بين الكشنات وفتحات تكييف في السقف، يعني نظام التبريد فيه شامل للموتور كامل. طولت عليكم، خلونا نستمتع مع هالسيارة نيسان اكستيرا 2021. حياكم الله. لقطة بسيطة على الستايل الجميل اللي أبدعوا في تصميمه شركة نيسان. شوفوا ما في تعقيد، ديسبلاي، نظام جميل، عندك USB وعندنا تايب سي سريع طبعا، تحكم بالتكييف خلفي وأمامي بالنسبة لهذه الدقمة، تمام. وأيضا في هذه اللي ما نستغني عنها، احنا لازم، مع أن عندنا USB وعندنا تايب سي بس لازم نستخدم هذه، ما ادري ايش فينا نحبها يعني. تحكم السكان كامل، كروز كنترول، رفع الصوت، تنزيل الصوت، حق تغيير كل شيء اللي تبون يعني موجود في تلفون، ترد عليه من هني، بدال يعني ما يحتاج انك تمسك تلفون بايدك. راح اتكلم لكم عن التحكم هذا كامل. في بالنسبه الصراحه القياده فيه متعه، مريح جدا. في نظام راح اتكلم لكم عنه عن الانحراف. شوفوا الحين انا رحت مني، اعطاك تنبيه، هذه موجوده ايضا في البلاتينيوم. في نظام الرادار، اذا المسافه قربت يخفف الموتور او عبر شيء قدامك يضرب بريك، راح نتكلم عنه ان شاء الله. شفتوا انا الحين بلف من النيل على السادس، فتقدر تطفي النظام وتشغله من عندك. يشتغل الرادار اذا قربت الى مسافه تكون خطره بالنسبه بينك وبين السياره الاماميه. سمعتوا؟ يخفف. شفتوا؟ هذا هو البلب اللي طلع لكم، يختلف عن الانحراف. هذا صوت الرادار اذا صارت المسافه قريبه جدا من السياره اللي قدامك. في ميزه براويكم اياها، شوفوا، في حاله تشغيل الاشاره الضوئيه على اليمين يفصل جهاز الانحراف. شوفوا ما يطلع البلب معاك. شوف ثاني، شوف ما شاء الله، قياده صح،
يعني حق الحريم اللي بيروحون الصبيه هذا زين. جاتنا صعده ثانيه نريح الموتور كذي. شوفوا خلي على الاول عشان يصعد. انا ودي ادنقر هني عشان نطق الدفلوك ونطلع. شوف يا حلوك والله يا الاكستيرا. يعني حق الحريم اذا بياخذونه احسن ما دشين في الصالون في البر اعتمدوا هذا. يعني شوف للحين نخلي انا تبترونك كذي ترد دي اوتوماتيك كذي تبترونك. ها بسم الله السلام. ايوه يلا هذا يقحص شغل عدل. بدل ثالث اللي يحبون العادي يصلح لكم. شيء عجيب. اشوى الارض نظيفه الواحد يقدر يحط الفرش فيها ويقعد زين. محافظين عليها المكاشيت. جزاكم الله خير. ولكم دعوه ان شاء الله بصلاه الفجر وقيام الليل ان شاء الله على اهتمامكم في هذه الارض. بيض الله وجهكم. كشتة الاكستيرا لأول مرة نجربها في البر. يشيل أغراض راهية. هاي القعدة كلها كانت فيه. الحين بسوي شويتي وقهوتي. يا سلام يا سلام. ركبناها بس الحين نسوي شويهاتنا. يا سلام وعيش. ايش تبون احسن من هالكشته بعد؟ شوف الارض شوف الارض ايش حالاتها. ونس روحك بروحك. هذه كشتتي الجميلة. شاي قهوة. الجيب الحلو اللي شال هالأغراض هذه كلها. جاينا طبخ بس 3 دقائق تحطه على الفحم وخله ياخذ راحته. يا سلام. وهذه قعدتي الكشتة السريعة توسع صدرك. شوف قالوا ما يصير بعد تجمع ربعك وما يصير ما شنو نسوي. يا سلام. باكر ان شاء الله اطلع ويا اهلي اذا الجو كذي. الحين بدا الهواء يهود شويه. شوفوا رخ الهواء رخ علينا الهواء. شوف شويتي والقهوه والشغل. انا اراوكم جنبتك واللي اراوكم يا هذه اخذها حق الكشتات الكبيره والصغيره. هاي ما استغني عنها مع السلندرات هذولي والوصلات. انا كل شيء استفيد منه بسيارتي. وسلندر صغير حق الشاخوف يعني اقدر احط 4 مقاعد احط عنها مع السلندرات هذولي والوصلات. انا كل شيء استفيد منه بسيارتي. وسلندر صغير حق الشاخوف مرتبه كلها دشت. بعد يشيل لي كشنين يعني اقدر احط 4 مقاعد احطهم كلهم بالاكستيرا. وحط شبه الاناره وبس وتكشف تعيش حياتك انت ويا عيالك ووسع صدرك بدل ماكو سفر السنه. جيب وزل ومقاعد ودوز غيرونها وفحيمات بس انتهى الموضوع. شوف الطلعه ما تستحق انك تطلع.
فايش تبي؟ اختار الموضوع. بالنسبة لمتابعينا هواة الطقس، شوفوا لنا باكر في هواء ما في هواء، أنا ما أعرف الصراحة حق البرنامج، ودي أطلع جنوب. نظفت مكاني وشلت أراضي، أذن علينا المغرب. بس براويكم شلون سعي من ورا. شوفوا شوف ما شاء الله تبارك الله. يشيل بعد مقعدين زيادة، يشيل زولية ثانية، يشيل خيمة. مكان سعي. شلت أغراضي وصليت المغرب، قلت بمشي على ريولي شوي. الأرض تسوى والمكان سعي ويسوى أن الواحد يمشي فيه. الجو الحين صدق ما تمشي، بس شوي كذا بس لمن يظلم علي وارجع حق سيارتي مرة ثانية. الجو صدق جو مشي، أشوى أن في جواد هني